انا بحبك، انا محتاجك في حياتي، انا عاوزك. حاسه ان انا شكلي مش فايق ان انا اتكلم النهارده. انا مش عايزه الحاجه دي، انا مش هكمل فيها، انا مش مرتاح. في محاولات لاستعاده شغفي، بس هو فاهمين حاجه؟ جينا الحق جينا الحق. هي دي الاسباب اللي من خلالها عرفت احنا ليه بنحب. انا مبسوطه. دي السكريبتات اللي احنا عملنا بيها حلقات كتير على اليوتيوب. متحمسين؟ انا حاساكم مش متحمسين. انتوا لو متحمسين هتشجعوني اكتر من كده، سواء بالكومنتات او باللايكس او بانكم تعملوا شير للفيديوز اصلا. بس انجيل الحق في كومنتات لما بشوفها بحس ايه الحلاوه دي. لو انتوا ليه مش حواليا على ارض الواقع؟ يعني انا محتاجه الناس دي في حياتي، يعني محتاجاكم تبقوا في حياتي اكتر من كده، من كتر ما بيبقى الكومنت حلو. فخلونا نبدا النهارده ونشوف الكلام على ايه. بتحس وانت بتقرا الكتاب ده انك شايف كل تفصيله حلوه، انك اصلا بتبقى قابلتها في مواقف حواليك. عارف كده الكلام اللي تقراه اللي يبقى مصمم يقولك ان انت قابلت حب في حياتك فعلا. مش لازم الحب ده يبقى من بارتنر بتاعك اللي هو شريك الحياه، لا، انت فعليا بتقابل الحب في تفاصيل انت ما بتاخدش بالك منها. خلونا عارفين ان انا بيحضرني موقف اشرف عبد الباقي في فيلم حب البنات، لما كان قاعد كده وبيقولك وانت هتتحب امتى يا منيل. نرجع مرجعنا ولا كأن اي حاجه حصلت. وحشتوني قوي. بتاخر عليكم وبنيجي، بس بتمنى تكون فيديوهاتي الفتره اللي فاتت عجباكم. بستنى دايما منكم الكومنتس بتاعتكم واللايكس، يعني دي اللي بتخليني اكمل. عارف كده ان فكره ان انت تبقى عايش عشان تشوف حب الناس، انا بحب حبكم ليا وده اللي بيخليني اكمل. اصل يعني خلينا عارفين ان انت لما تبقى شخص ناس بتحبك ومش واخدين منك حاجه، انا ما بعملش حاجه. فانك تبقى حاببني وشايفني بقدم لك حاجه كويسه، انا ما بعملش حاجه. انا مبسوطه. خلوني اكلمكم عن عمل جديد قراته. يا جماعه انا بحب الشتاء، بحب كده اول ما الشتاء يبدا يهل عليا في حياتي. لو انت ازاي حلو كده، انا مبسوطه بيك. خلوني اكلمكم النهارده عن عمل جديد لكاتبي المفضل. وعلى فكره الكاتب ده انا عملت له ريفيو عن كتاب تاني ليه او عمل تاني ليه هنا على التشانل. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي العمل ده كان ايه ومين الكاتب ده اصلا. هو تامر عبده امين. فرحانه بيك يا اللي افتكرت ايه العمل اللي انا عملت عنه ريفيو لتامر عبده امين. العمل اللي انا هقول لكم عنه النهارده هو من اصدار برضو دار النشر المفضله بالنسبه لي، وهي دار عصير الكتب. بس عايزاكم اي كان النهارده تركزوا معايا جدا عشان مراجعتنا للعمل ده فهي مهمه جدا جدا. خلونا عارفين ان العمل بتاع النهارده اسمه لهذا نحب. فخلونا نشوف لهذا نحب ورائي. خلونا عارفين في حياتنا ان من نعم ربنا علينا ان بيرزقنا بالحب في حياتنا. وزي ما قلت لك ان مش لازم الحب ده يبقى من شريك الحياة اللي هو بيبقى بين الزوج والزوجة. اوقات كتير ربنا بينعم علينا بالحب في تفاصيل كتيرة تانية في حياتنا. حب اهلك ليك، والدتك، والدك، اخواتك، جدتك، جدك. معلش برضو اوقات كتير بنستمد الحب جدا من الحيوان اللي احنا بنربيه، سواء كان كلب، قطة، اي كان. فالولاء اللي بيبقى جايلك من الحيوان اللي انت بتربيه ده يحسسك بقيمتك اصلا في الدنيا. في ناس نفسيتها بتتحسن لمجرد انها عندها كلب وفي، وحرفيا هو ملازمها في تفاصيل كتير جدا في حياتهم، يمكن اكتر من اصحابهم اللي بره. فهيفضل من افضل المشاعر اللي ممكن يعيشها الانسان في الدنيا هي مشاعر الحب. فخلونا نبدا كلامنا عن عمل النهارده. عايزاك تبقى مستمتع معايا، فانت تعمل لايك واشتراك، شويه تفاصيل كده. كمل معايا بقى الفيديو. عمل النهارده اللي قلت لكم اكلمكم عنه هو لهذا نحب لتامر عبده امين من اصدار دار عصير الكتب. انا بحب الدار دي جدا، وبحب الكاتب تامر عبده امين جدا، وحقيقي ده تاني عمل اقراه ليه وانا بستمتع اصلا بمقالاته في العادي، فما بالك ان يبقى عمل كده وتقراه لتامر عبده امين. هو حرفيا منتهى الاستمتاع. قدرته اللهم بارك على توصيل المشاعر والتفاصيل، ما بيبخلش عليك. وانا ما بحبش الكاتب
البخيل في قلمه وفي سرده للتفاصيل. الصراحه استاذ تامر ما بيبخلش عليك بده، ما بيبخلش عليك بالسرد، ما بيبخلش عليك بالتفاصيل، ما بيبخلش عليك بان هو يوصل لك المشاعر زي ما انت محتاج انها توصل لك. ودي اهم حاجه في الكاتب، انه يبقى قادر كده يحرك مشاعرك. وده انا مبسوطه منه جدا، يعني انا مبسوطه منه بجد. عارف احساس ان حيوان لا بيتكلم ولا في تواصل بينك وبينه زي بني ادم قدامك، بس يبقى وفي، يبقى حاسس بيك، يبقى معاك، يبقى خايف عليك، تحس ان هو شريك معاك في خطواتك. قد ايه ده بيفرق، وقد ايه ناس كتيرة كانت بتبقى فاقدة الاحساس المشاركة لمجرد انها بتربي حيوان، بتتعالج من اكتئابها اللي ناتج عن انها مش حاسة ان في حد في حياتها تشاركه. ولو دورنا هنلاقي مواقف كتيرة لده. وعشان كده ده كان الفصل الاول او الجزئية الاولى اللي اتكلمنا عنها تامر عبدو امين في الحب. فكرة انك تعرف تربي حيوان هي فترة في حياتك هتتعلم فيها كتير، هتحب نفسك، هتشوف نفسك بعيون تانية. فكرة انك تتحب بدون مقابل ده من اسمى معاني الحب. الفصل ده قرر ان يثبت لك ان الاب مش مجرد فلوس بتدخل البيت، او مجرد ان هو حضور هيكلي وشدة. الاب هو فعلا اساس كل حاجة في البيت. وعدم نضج اصلا الاب ومعرفته باساسه وبدوره ده بيأثر جدا على نفسية الاولاد وعلى نفسية الزوجة وعلى الاسرة بشكل عام. الاب دايما هو اساس ان البنت تربى تربية سوية لما بيديها باحساسها اتجاه نفسها، وانها بنت ليها دلالها وليها ثقتها في نفسها. ولما بيصاحب ابنه وبيعرفوا الصح من الغلط ويقرب منه ويشاركه. بمعنى أصح الأب هو البطل الوحيد في قصتنا دايما. تالت حاجة بيكلمنا عنها الكاتب هو الحب من الأم. الأم دايما يقولك إن الأم هي عطاء، هي قلبها شفاف، اللي بتشوف كل حاجة خطر أو غلط أنت ممكن تتعرض لها. يعني ما افتكرش مرة والدتي قالت لي بلاش ده أو بلاش دي، بلاش الخطوة دي، إلا لو كان بلاش فعلا. ما تقربوش من ده إلا لو كان فعلا لازم ما نقربش. في حين ان احنا دايما في مجتمعنا بنعاند مع اللي هو انا ليه ما اجربش، ما تسيبوني اجرب. بس خلينا مقتنعين ان مهما مر الزمن ومهما وقعنا في موقف ومهما عاندنا يفضل كلمة الام هي اللي بتحصل فعليا، وانها ليها نظرتها وليها احساسها اللي ما بنشوفوش في اي حد تاني. الكاتب بيحكي لنا موقف لبنت رياضية في سنة 1940، كانت بنوتة أمريكية. لما وصلت سن ال4 سنين جالها فيروس، فالفيروس ده خلاها أصيبت بشلل نصفي، وده اضطرها إنها تلبس دعامة. الدعامة دي كانت في رجلها عشان تساعدها على الحركة. وللأسف وجود الدعامة مع الشلل النصفي ده بيوصل أحيانا لوجود التواء في الرجلين. الفكرة إن البنت مع الوقت لما وصلت سن 9 سنين بسبب الالتواء اللي حصل لها بقت عاجزة عن الحركة، وده غير أي حد تاني في سنها. بس الوحيدة اللي كانت شايفة إن بنتي مش عاجزة وبنتي زيها زي أي حد في سنها هي كانت أمها. وبالفعل أخدتها على مركز رياضي عشان تخلي بنتها تبدأ رحلة جديدة في حياتها. يوم ورا التاني ورا شهر ثقة الأم في بنتها خلى البنت واثقة في نفسها. على رأي الكاتب سلملي بقى على الحجج والأعذار اللي بتصدر من الدكاترة لما يقولوا لك إن الشخص ده مستحيل يمشي تاني. ضربت بنتها في مركز رياضي ذو الاحتياجات الخاصة. البنت بدل ما كانت عاجزة على الحركة ما بقتش بس بتمشي، هي بقت بتجري. ومش بس بتجري، هي بتحقق أرقام في مسابقات الجري. لغاية في أولمبياد 1960 البنت فازت في مسابقة 1000 متر وعدتهم في 11 ثانية، وكمان 200 متر وعدتهم في 23 ثانية. وصلت انها اتلقبت بأسرع امرأة في العالم. لغاية ما وصلت البنت لمرحلة ان لما كان بيتعمل معاها لقاء كانت بتصمم انها تكرر جملة معينة، ان الاطباء بلغوني ان انا مش هقدر امشي، بس امي قالت لي ان انا هقدر، وانا فعلا قدرت. وقدرت لما صدقت كلام امها
خلونا عارفين زي ما جيشك الوحيد او السند والدك، ف يوم ما الشخص بتصدقه امه يبقى اللحظه دي قادر يجيب نجوم السماء وهو على الارض، يبقى عنده ثقه في نفسه رهيبه. هحتاج ايه تاني؟ انا امي واثقه فيا، مفيش حاجه تاني انت محتاجها في حياتك. حب حيوانات، حب ابوك وامك وانت لسه قاعد بتعيط على شريك حياتك اللي مشي وسابك. نركز في تفاصيل الحب لغايه ما نيجي لجزء ضي العين او ضي العيون. الاجداد اللي قلوبهم من ذهب، واللي لما بيمشوا ياخدوا كل حاجه حلوه معاهم، وجودهم ما بيتعوضش. عشان كده انا نفسي في الكومنتات كده وبينكم وبين نفسكم تفتكروا جدي رفعت وجدي دسوقي، اللي عارفني عارف قد ايه انا بحبهم، ان ربنا يرحمهم ويكتبهم عنده في مكانة الشهداء، عشان قد ايه انا شفت منهم فعلا حب، واني كنت محظوظه ان انا قابلت اجدادي فعليا. فخلونا نتكلم عن حب الاجداد بموقف احكي لكم لعبد الرحمن ابراهيم، مصري بسيط جدا عنده 29 سنه، كان من اسره على قد حالها جدا، ووالده موظف بيجيب حق العيشه بالعافيه، وعنده جدته كانت دايما تقول له يا ضي العيون. عبد الرحمن ضي عين الست عيشه، ربنا كرمه لما كبر جاله كليه الهندسه، ولما جات له كليه الهندسه بدا يحس ان هو ليه احتياجات، ورغم احراجه وانه عارف ان اللي جاي على قد اللي رايح، قرر ان هو يقعد مع والده ويقول له اللي محتاجه. وكان رد والده وقتها ان ربنا يدبرها من عنده. عبد الرحمن فضل مكسوف من والده لانه عارف ان هو مش في ايده حاجه وان الموضوع صعب، لغايه ما سمع حوار ما بين والده وجدته عائشه، وهي بتقول له هتعمل ايه في حوار عبد الرحمن، وهو شايف ان هو ملكيش دعوه يا امي انا هتصرف وربنا يدبرها. اتضايق جدا وقتها عبد الرحمن واخد جنب، قرر ان هو مش هيفتح باباه في الموضوع، وان كان لسه فاضل مده على الدراسه لغايه ما جه بابا وقال له مش هتنزل تشوف سكن في مصر، مش هتبدا بقى تجهز للمصاريف حياتك الجامعيه. وبالفعل بدا عبد الرحمن رحلته في كليه الهندسه، وكان بيجيله اللي محتاجه وزياده، ما كانش عارف ده بيجي منين ولا ازاي ولا ايه الوضع، بس كان مبسوط انه قادر يتوفر له اللي هو محتاجه. بعد اخر امتحان في الترم الثاني في اخر سنه ليه في كليه الهندسه يجيله تليفون من والده ان عائشه عايزه تشوفه، واللي كان عارفه هو وصله في اخر كام شهر ان جدته كانت تعبانه جدا، فجري بسرعه عشان يشوفها. كاتب هنا بيحكي ان عبد الرحمن عمره ما هينسى اخر لحظه في انفاس عائشه وهي بتبص لحفيد عبد الرحمن وبتقول له يا ضي عيني. وراحت مع حاجات كتيرة حلوة. عدت الأيام وجهز عبد الرحمن شنطته عشان يبدأ ينزل القاهرة ويشوف هيعمل ايه في الشهادة والتدريب وحياته العملية. المفاجأة هنا لما قرر ان عبد الرحمن يتكلم مع والده ويقول له على جزئية ان هو مش نسيله، وان دين في رقبته وتعبه وشقاء اللي عمله معاه طول سنين الكلية، بس الفكرة ان والده بيقرر ينطق ويقول له ان مش هو اللي عمل ده، ادعي لستك مش انا اللي عملت ده. يتفاجأ عبد الرحمن ان كل مصاريف الكلية اللي كانت بتجيله كانت من فلوس سته اللي في سنها الكبير ده نزلت اشتغلت بتجيب خضار وتروح السوق وتبيع وتشتري، مش شغلانة واحدة، شغلانة واتنين وتلاتة، لمجرد ان هي عايزة حفيدها احسن حفيد ويكمل في الكلية اللي هو حاببها. فكرة ان ابنها ما كانش يعرف ده، هي كانت مفهماه ان هي تحويش عندها، وعبد الرحمن ضيع عينيها، فليه التحويشة ما تروحش عشانه، لغاية ما بيتفاجئ ان هي كانت شغالة شغلانة واتنين وتلاتة عشان حفيدها عبد الرحمن. ووقتها الاب كمل كلامه بجملة ان اجدعها راجل ما يقدرش يعمل اللي عملته ست لما تحب. وفعليا عايزاك تشوف نماذج كتيرة جدا لأي ست لما بتحب بجد بتعمل مستحيل، بتعمل مستحيل عشان جوزها، عشان عيالها، عشان حبايبها، عشان احفادها. هي حرفيا بتعمل المستحيل، بتقف واقفة ممكن ما يقدرش يقفها راجل. كم مرة قلت يا رب متكسرش بخاطري وما كسرش بخاطرك. فكرة علاقة الحب اللي بتبقى ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى والثقة قد ايه حرفيا هي برضو من اسمى العلاقات
اللي ما تقارنش باي حاجه، هو حرفيا انت كل حاجه بقت بين ايديك. لحظه ما بتوصل للثقه والحب ما بينك وبين ربنا، فربنا يرزقنا حب وحب من يحب. واللحظه المنتظره في الفصل السابع والكلام عن شريك العمر، الشخص اللي بنستناه كتير، مواصفات معينة، اللي بنخبط كتير لغاية ما بنوصل له ونقول هو ده اللي غير المفاهيم وهنكمل مع حياتنا. تبقى لحظة بتحس فيها اللي هو أنا أجنحتي مش سايعاها الأوضة من فرحتي. كم مرة خفت انك تاخد خطوة اتجاه حد لمجرد ان انت شايف ان كل العلاقات اللي حواليك فاشلة، او ان انت قلقان اصلا ان انت تفشل عموما، او قلقان ان طاقتك تروح هدر مع حد مش مناسب. القلب دايما بيحس ان قلبك دايما لما يقولك لا على حاجة بيبقى لا فعلا، بس انت اللي بتقرر انك تواجه وتقاوح وتتحمل لغاية ما في الاخر بترجع معايا. فخليك دايما ورا قلبك، ورا اختياراتك، خليه يوجهك. وبعد كده لما بيطلع القرار صح العقل بيتدخل، والعقل لما بيتدخل وتقدر انك توازن ما بين قلبك وعقلك تبقى دي نهاية الحدوتة والخلاصة اللي بتوصلنا لبر الأمان. وإياك تتخلى عن مجهود الطرف التاني اتجاهك. مهما حبيت انت لازم تتحب، لازم الطرف التاني يعمل عشانك. في زمن بقى فيه الكلام سهل اي حد يوقفك ويقولك ان هو بيحبك، سهل ان اي حد يقولك كلمتين حلوين ويبسطك بيهم جدا، بس ما بقاش سهل ان حد يحاول عشانك بالافعال، ان حد يطلب منك فرصه ويكون قدها فعلا. تعالوا بقى اكلمكم عن نقاط مهمه جدا 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 في العمل ده. انا يعتبر كلمتكم عن كل حاجه في العمل ده من كتر ما انا كنت مستمتعه وانا بقراه. في الجزء الثامن او الفصل الثامن بيكلمكم عن الشجاعه. كم مره عيطتي بحرقه بسبب موقف اتعرضتي له في شغلك وضايقك قوي، وبعد ما عيطتي هنتي نفسك ان انت عيطتي. لو انا عيطت ليه؟ انا ازاي ضعيفه كده؟ ازاي مش عارفه اخد موقف ضد اللي ضايقني؟ انت مش ضعيفه، انت شجاعه. وده انا بقوله لك بجد، والكاتب نفسه بيقوله لك. لحظه ما بتقرري ان انت تعلني عن حاجه مضايقاكي ده معنى الشجاعه. انت قدرتي تقولي ان انت متضايقه بصوت عالي وتخرجي مشاعرك. ناس كتيره بتبقى ضعيفه وجبانه بقدر كافي انها ما تقدرش تتكلم عن مشاعرها، مش قادره انها تشاركها، مش قادره تقول ان هي مش بخير، ان هي مضغوطه، ان هي مش مستحمله، وانها مش قادره تكمل. فخليك دايما شجاع وحب شجاعتك، واعرف ان الشجاعه دي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تكمل في اي خطوه انت محتاج انك تكمل فيها. وان اغلب الخطوات والعلاقات اللي بتضيع مننا بتبقى سببها انعدام الشجاعه. عندكش شجاعه كافيه، عندكش شجاعه كافيه انك تروح للشخص اللي انت بتحبه وتقول له انا بحبك، انا محتاجك في حياتي، انا عاوزك. تبقى شجاع بقدر الكافي انك تبقى عارف وواثق ان اي كان ردة الفعل انت هتتحملها. المهم انك تعترف، المهم انك تريح ضميرك. زي شجاعتك انك تقول ان انا مش عايز الحاجه دي، انا مش هكمل فيها، انا مش مرتاح، انا الحاجه دي اذياني فعلا. وصدقني ربنا بعدها بيعوض. على قد ما انت بتسيبها على ربنا بعد شجاعتك في انك تاخد خطوه معينه، ربنا بيراضيك ما بيسيبكش لوحدك. نيجي بقى لأهم جزئية محتاجة أكلمكم عنها، سواء كانت اللغة اللي في حياتك لغة حب، صداقة، بيزنس، علاقات اجتماعية، أي كان. فأهم نقطة فيها هو الإنصات. أوقات كتير بنجري على حد بنحبه وبنبقى قاعدين بنشتكيله من قد ايه مارين بموقف واتنين وعشرة وحاصل ومسوي فيا وانا تعبت. اول ما يديك حلول تبدأ توقفه، او اللي هو اسكت انا مش عاوز ده. احساس ان الشخص بيسمعك هيفضل من افضل المشاعر اللي ممكن تقابلها في حياتك. افضل تفصيلة في الحب انك تحب شخص يعرف يسمعك كويس. اغلب مشاكلنا هتتحل لو اللي قدامنا سمعنا للاخر. انا مش محتاج منك انك تقعد تديني نصايح المفروض ان انا اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. محتاج منك تسمعني، اسمعني للنهاية، اسمع انا حاسس بايه، اسمع انا محتاج ايه. وبعدين يا سيدي انا هجيلك في الاخر، ولو محتاج حل اقولك انا محتاج حل. يمكن الحل كله او الاكيد انك سمعتني للنهاية، وقتها انا هبقى بخير، مش محتاج اي حاجة تاني من الدنيا. فخليك دايما مع الشخص اللي بيسمعك كويس، ان صدقني دي نقطة مهمة جدا في حياتك وهتقويك في اللي جاي. كاتب بيحكي لنا على الونس. كانوا هما صغيرين 5 أولاد بيلعبوا مع بعض وجيران طالعين مع بعض لحد
ما في يوم هم أطفال عندهم 19 سنين اتوفى واحد من الخمسة وبقوا 4 أطفال صغيرة مش عارفة يعني ايه موت، مش مدركين لأي حاجة، قاعدين في عزا صاحبهم اتوفى بشكل مفاجئ بدون أي سبب. وللأسف صديقهم اللي اتوفى ده كان عايش لوحده مع أبوه لأن والدته كانت متوفية، فهو كل حاجة في حياة أبوه. استنى باباه لغاية ما رجع من الجنازة وقعد معاهم وقال لهم إن نادر سابنا ومشي بدري. أول ما سمعوا الجملة دي كلهم بدأوا يعيطوا زي ما كانوا مستنيين أي حاجة تفهمهم هو إيه اللي حاصل. أول ما بدأوا يستوعبوا إيه اللي حاصل بدأوا كلهم يعيطوا، ومن بعدها قرروا ال4 أطفال إن هم هيعتبروا أبو صاحبهم هو أبوهم، فبالتالي كل يوم هيبات واحد من الولاد عنده. وبالفعل بدأوا في ده لدرجة ان كل واحد فيهم اعتبر ابوه فعليا واوحوا مع اهلهم، وبقى احساس طبيعي واساسي في يومهم ان انا النهارده دوري ان انا اروح ابات عند عمو ده، واروح معاه ابات وانا بساعده في الاكل وانا بنزل معاه السوق وانا بمارس معاه اي حاجه كان ابنه ياخده يمارسوا معاه فيها. الراجل ده توفى بعد 6 سنين من وفاه ابنه. في طبيب نفسي قال للكاتب، قالوا ان عارف ان الاعمار بيد الله، بس لولا وجودكم معاه وان هو تونس بيكم كان وحدته مع صدمته كانوا ممكن يموتوه بدري. انا عارفه ان احساس العزله ناس كتير بتحبه، بس العزله بتبقى مفيده وصحيه لما انت بتقرر انك تنعزل شويه من الوقت عشان تعيد نظرتك في حاجات كتير، ترتب اوراقك. بمعنى اصح انت واخد العزله حجه عشان تنجز حاجه بشكل مؤقت، لكن مش واخدها اسلوب حياه. اوقات الزعل خليك دايما مع الشخص اللي ما بيسيبكش وانت زعلان. العزله حلوه، بس حتى واحنا منعزلين محتاجين حد نروح نقوله ان احنا هنعزل، دور علينا، احنا محتاجين حد يسمعنا، سيبناش لوحدنا. انا عايزه انعزل بشكل مؤقت بس ده مش معناه انك تسيبني، انا متضايق. غلطان لو فاكر ان بعلاقتك باي حد هتفضل 100% من غير زعل، بالعكس انت لازم تمر بزعل، ولازم تركز قوي انتوا الزعل هتعدوه ازاي. صدقني لحظات الزعل والحزن اللي انتوا هتمروا بيها مع بعض هي دي اكتر حاجه هتعرفكم قيمه بعض، دي اكتر حاجه هتبين لكم انتوا هتكملوا ولا لا، هتعرفوا تتمسكوا ببعض اكتر ولا لا. في ناس بتستخدم الزعل عشان يبقى سبب ان انتوا تسيبوا بعض، وفي ناس بتتبسط بالزعل عشان هيقوي علاقتكم ويقوي ما بينكم ويخليكم تتمسكوا اكتر ببعض. فخليك دايما ماسك اللي الزعل يخليه يتمسك بيك، ما يسيبكش لوحدك. كل اللي عايزاك تبقى عارفه واثق منه ان الانسحاب عمره ما كان جبن او خوف. انسحابك من حاجة ملهاش نتيجة كويسة زي الجدال هتدخله مع حد مش هيوصلك لحاجة كويسة، ده عمره ما هيكون جبن. انسحابك من علاقة ملهاش لازمة مؤذية بتدي فيها فرص ما بتلاقيش حلول او نتيجة كويسة عمره ما كان جبن. انسحابك من شغل مؤذي ما بتتطورش فيه بيهينك بيضايقك جاي على نفسيتك وعلى طاقتك عمره ما كان جبن. اوقات كتيرة جدا بيبقى المكسب الحقيقي في حياتك انك تاخد قرار انك تنسحب في اوقات ومع مواقف مع ناس معينة. خلي بالك وقتها انت ما بتبقاش غلطان لانك اخترت راحتك النفسية، خليك عارف ان راحتك النفسية هي دايما اولوية لازم تبقى في حياتك. اخر فصل معانا قبل ما نوصل لفصل الاخير وفصل التعافي وبعديه الحب اللي احنا عاوزين نوصل له ونوصل لتفاصيله، اللي انا قلت لكم ان ما بنستفادش حاجه لما نسمع كلمتين منه او عنه. احنا محتاجين نشوف افعال، وان في الزمن ده بقى الحب سهل ان يتقال ان احنا بنحب او ان الشخص ده بيحبك، بس مش سهل ان الشخص ده يفعل شيء يثبت لك بيه ان هو بيحبك فعلا. فادي فرصه، بس سيب الافعال تاكد ان الشخص ده يستحق الفرصه. لو ما عرفش ياكد لك ده فصدقني الشخص ده مش مناسب، وخليك عارف ان وقتها قلبك هيقول لك فاسمع كلامه. كده خلصت كلامي عن كتاب النهارده لهذا نحب لتامر عبد امين. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا. العمل ده مناسب لاي حد فوق 18 سنه، ولو فوق ال20 سنه برضو هبقى مفضله ده اكتر. تقييمي ليه 9/10. انا عارفه ان تامر عبد امين بيتعب معانا في السرد، بس على قد ما بيسرد على قد ما بيبقى عايز يديك حاجه مختصره برضو توصل لك المعلومة بشكل أفضل. بس أي كان العمل ده يستحق برضو 9/10. قبل ما الدوشة تكتر خلونا نقفل الفيديو
واشوفكم على خير.